بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. فيديو النهارده هقول لكم على الاسعار اللي جبت بيها الخضار والفاكهة. وجبت بيض. البيض ده كان في عربية في السوق بتبيعه ب60 وانا ما استغربتش من السعر عشان كان في عندنا محلات عاملة عليها عروض ب65. الخوخ ده كان ب15. آه، اللي هو الخوخ البلدي. البطاطا دي كيلو ونص ب10. الملوخية الرابطة ب7.5. البتنجان ده كان ب5. والعنب كان ب25. جبت كمان حاجات هتنفعني خلال الأسبوع. جبت بصل ده كان 3 ب10. والطماطم كانت 2 ب25. والبطاطس كانت ب20. القتة كانت ب5. والخيار ده خيار كبير كان ب10. فجبت نص كيلو ب5. الطماطم في السوق كلها كانت ب15 واتنين ب35 بس. وانا خارجة من السوق كده كان فيه واحد معاه طماطم حلوة ما كنتش هشتري يوميها. لقيته بيبيعها 2 ب25. فوانا خارجة من السوق خالص اشتريت الطماطم. البصل برضو هو كان بيقول ب5 واحنا فصلنا معاه كان 3 ب10. وانا جبت تاني كيلو بطاطس عشان الكيلو اللي انا جبته الاسبوع اللي فات كان خلص. فجبت كيلو تاني عشان لو استعملته في اي حاجة يبقى عندي بطاطس مثلا التحمير بنحب نفطر بيها او للتحمير فهتنفعني. البصل زي ما احنا شايفينه كده ناشف. هو كان مع فلاح فعشان كده تهاود معانا في الأسعار وانا خدته بالسعر ده. القتة دي القتة الكبيرة عشان الصغيرة طبعا بتبقى أغلى منها. دي كانت ب5 جنيه. أنا حاسة إن شاء الله إن الطماطم الفترة الجاية هترخص مادام وصلت إن 2 ب25. حاسة إن هي هترخص بقى الفترة الجاية قوي عن كده. وكمان دلوقتي الفلفل الأحمر كتير قوي. فانتوا ما تيجي تجيبوا الطماطم عشان الطماطم غالية هنزود عليها فلفل أحمر هيديها طعم وهيديها لون. بالذات في الفترة دي اللي الطماطم فيها يعني غالية. هي الطماطم مع غلوها كده بس كلها حمرا وكلها بلح موجود في السوق. كلها طماطم بلح يعني وكتير. فمش عارفة ايه سبب غلوها كده. زي ما احنا شايفين كده كلها حمرا ما شاء الله وكلها حلوة. فضيتهم بقى في منظمات كده في التلاجة. المنظمات دي عشان دي بتبقى زي المصفى كده مخرمة بتحافظ على الحاجة أكتر. ما بتبقى الحاجة عليها مية ومش ناشفة في التلاجة بتبوظ أسرع بالذات الخضار. عشان كده ما بنحبش نغسل الخضار قبل ما ندخله التلاجة سواء فلفل أو طماطم أو خيار أو قتة. الحاجات دي ما بتتغسلش بتحط زي ما هي كده في المنظمات تحافظ عليها. الناس اللي بتقول ان الاسعار دي رخيصة عن اللي في السوق ماشي. شوفي الخيار مثلا ده ب10 ماشي بس كبير. جبت ده دبس رمان بحب استعمله في المطبخ. ده ب22 ونص. وجبت جنزبيل فريش. القطعة دي ب17 ونص. الكيلو عامل 120 جنيه. فقلت له انا عايزة حتة صغيرة وزنها لي ب17 ونص. بحبه اعمله في الاكلات وشوربة السيفود وشوربة الجمبري. وبحب اعمله على القرفة. ده جيلي دريم مانجا كان ب11 ونص. وده جيلي فراولة
نفس السعر، وده كيس بقسماط الضحى ب16 ونص. بقسماط الضحى ده انا اول مره اجيبه. انا قلت اغير بقى عن كنور. كنت على طول بجيب كنور او ريتش باك، فقلت اجيب الضحى كده. بس قرأت عليه ان هو مش عليه توابل ولا اي حاجه. ده تمن فلفل اسود ب47 ونص. مش فاكره ب47 ولا ب57، بس ان شاء الله ب47. ده كيلو شعريه سايب، جبته ب22، وقلت عشان يبقى عندي شعريه طول الشهر اسحب منها. آه، بتبقى بقى حلوة مع الرز، وبتغير طعم الرز وبيبقى حلو. انا جبت كيلو، لو احتجت تاني هبقى اجيب ولسه هجيب حاجات تانية ان شاء الله، عشان في حاجات كتير ناقصاني. ال- طبعا بنحط الحاجات كده في منظمات بلاستيك، عشان هي اكتر حاجة بتحافظ على الحاجة، وبالذات البقوليات ما تسيبش في الكيس. ما بتساب بتلاقوا فيها حاجات حشرات كده دخلت الكيس وبتبوظ. فالبقوليات أو اي حاجه تحط في منظم بلاستيك بتحافظ على عمر الحاجه، تقعد عندكم اطول. او ممكن البقوليات تتحط في الفريزر او في باب التلاجة. عملت في نفس اليوم بقى بانيه ومكرونه وبطاطس من البطاطس اللي وريتها لكم في الفيديو دي. انا كان عندي صدر فرخة، صدر كامل اللي هو ربعين. قطعته بقى شرايح كده. قطعته شرايح وهتبله بالبصل وهركنه شوية. عندي بقى طبعا البانيه دي اكتر اكلة محبوبة جدا عند الاطفال، وكمان لو جنبها بطاطس حتى الاطفال والكبار، عشان بتبقى طرية وسهلة في الاكل. انا بحب اجيب الفرخة واخد الوركين مثلا لوحدهم، اعملهم مثلا مع وركين تانيين او لوحدهم لو الفرخة كبيرة قوي. لو الفرخة مثلا 3 كيلو، احب اخد الوركين واسويهم لوحدهم مع بقية الفرخة، اللي هي بتبقى الهيكل والرقبة والجناحات وكده. لو الفرخة كبيرة، واخد الصدر لوحده في مرة تانية نعمله ايه، نعمله بانيه. بس ناخد بالنا من حاجة، كل ما الفرخة تكون كبيرة قوي الصدر برضو بيبقى ناشف. مش حلو ان الفرخة نجيبها قوي كبيرة قوي قوي. تمام. كل ما الفرخة برضو تكون صغيرة بيبقى البانيه بتاعها طري كده وطعمه احلى من اللي هي الكبيرة قوي. ممكن افكار تانية برضو الفراخ الكبيرة ان احنا برضو هناخدها برضو نقسمها عشان هي كبيرة علينا. فهناخد برضو الوركين لوحدهم، والنص الصدر ده ممكن اللي هو نص الفرخة هناخده نقطعه كده مكعبات، ونحطه فيه نص الفرخة بالعظم، هناخده ونحطه في الخضار في الفرن، او هناخده ونسلقه ونعمل بيه كريب. بعد ما بيتسلق بناخد الصدر ده ونفصصه اللحمة حتت 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 صغيرة كده. وهنحشي بقى الكريب، بيرمي معانا كمية اكتر من البانيه. بس ما شاء الله انا شفت ان الصدر يعني كنت مستشوياه، رمى معايا طبق كبير برضو بانيه، واكلنا كلنا وشبعنا. عديتهم كام شريحة كده، لقيتهم 9 شرايح من البانيه يعني سميكة، مش رفيعة قوي. انا كنت بستسهل بقى، احب اعملها شرايح طويلة. قلت المرة دي بقى بما ان الكمية مش كبيرة هعمله شرايح عريضة. دي بصلة بقى مبشورة، مبشورة كده على المبشرة. عايزين تضربوها في الخلاط وتبقى زي مية كده، بتبقى حلوة برضو. عايزين تخرطوها بايديكم،
خرط كبيرة كده، بحيث لما تيجوا تنفضوا من عليها تشيلوا البصل من على اللحم، تعرفوا تشيلوه. بس انا قلت المرة دي مش هشيل البصل. شفت شيف مشهورة قوي على التلفزيون، كانت عاملة بانيه، وكانت مزودة حاجات تانية، وكانت حاطة البصل قطع كده، وقالت انا مش هشيله. وقلت انا هجرب زيها، فعلا ما فرقش كتير، بالعكس البصل ادى تسكيرة حلوة للبانيه وطعم احلى. فانا بشرته وتبلت بيه الفراخ شوية، ركنتها شوية. عايزين تتبلوه من قبلها بليلة هيبقى احسن، بس مش هنحط ملح، يعني هنحط فلفل اسود على البصل بس، وعشان الملح هيخلي مية الفراخ تنزل، يعني العصارة بتاعتها تنزل، فانا مش عايزة كده. انا عايزة الفراخ تفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها. فلو انتوا هتعملوا البصل من بالليل، هتتبلوها من بالليل، يبقى مش هنحط ملح، هنعملها بقى زي كده قبلها بحاجة بسيطة. انا بحب اتبل قبل بنص ساعة، نص ساعة كويس. بتبل قبلها بنص ساعة، بحط ملح وفلفل على صدور الفراخ. الفراخ بقى طبعا، الصدور دي بعد ما قطعتها كده انا غسلتها تاني. لو انتوا غاسلينها قبل كده خلاص ومفرزينها مثلا خلاص. كنت عايزة اقول حاجة صحيح بخصوص تقطيع الصدور. لو مش عارفين نقطعها هنجمدها شوية في الفريزر، وبعدين وهي متجمدة هقطعها. وهي متجمدة هتساعدنا اكتر في التقطيع، هتقطع معاكي شرايح رفيعة، بس خلي بالك عشان ساعات وهي متجمدة بتخدع في ايه؟ ان انت ممكن تقطعها شرايح رفيعة جدا جدا، لدرجة انها ممكن تتحرق منك في الزيت. فوانتوا يعني مثلا نعمله الربع مثلا على 3 او على 4 بالكتير، او الربع كبير. ما تزودوش عن كده، عشان ساعات وهي متجمدة بتغر الواحد ان هي بقى بنقطع شرايح رفيعة رفيعة رفيعة، بس لما تيجي تفك التلج عنها بتلاقيها رفيعة قوي وبتتحرق في الزيت. بس لازم تقطع وهي متجمدة، عشان احنا طبعا ما عندناش مش زي بتوع الفراخ اللي قاعدين يقطعوا طول النهار، وهي حتى بتاع الفراخ ساعات بيجمدها شوية برضو عشان يعرف يقطعها، او بيسيبها ترتاح جنبه شوية عشان يعرف يقطعها. وعندهم كمان السكاكين حامية جدا عن السكاكين بتاعتنا، فدي للناس اللي ما بتعرفش تقطع البانيه. قطعت بقى 2 من البطاطس بالسكينة كده، من البطاطس اللي انا جبتها دي شرايح رفيعة. كنت عايزة اقول ايه تاني بخصوص البانيه. غسلنا الصدور بملح وخل وليمون. لو ما عندناش حاجة خالص في البيت هنغسله بليمون بس، يعني نعصر الليمون ونحط القشر عليه، دي كفاية. عندنا بقى خل او ملح خشن، هنزود ملح خشن، خل، ليمون، معلقة من الدقيق. احنا كان عندنا بنستعمل دقيق ذرة في غسيل الطيور. في المدن وكده ما يعرفوش اللي هو دقيق الذرة، فبيستعملوا الدقيق العادي، فهو برضو حلو. بس بحس ان هو ما بيعملش حاجة، يعني الدقيق الابيض بتاعنا دون ما بيعملش حاجة. لو يعني تأثيره مش زي تأثير دقيق الذرة كده شديد في التنظيف. حتى كانوا زمان بيحطوا دقيق الذرة كده على الحاجة وهي مدبوحة مش في المية، يعني لدرجة ان هما بيحطوها مثلا فرخة هيت مثلا. وزمان بقى كان وز وبط وكده، كنت بشوف بقى جدادي هما بينضفوا، بتحط دقيق الذرة على على مثلا الفرخة او كده، وهي لسه بتنضفها من الريش، وهي ناشفة ما حطتش عليها مية، وهي لسه بتشيل الريش من عليها من بره، وتنها تفرك كده من بره. الفركة ديت بتشيل بقى كل الريش الزيادة الرفيع عليها ده. فلو تعرفوا تجيبوا دقيق ذرة هيفرق معاكم جدا في تنظيف الطيور.
هيبقى عندكم بقى في المطبخ، تخلي عندكم كمية منه، مش عارفة موجود في المحلات ولا لأ. دي الذرة الأبيض، مش الأصفر. هيفرق معاكم بقى للناس اللي بتشتكي ايه من زفارة الحاجة، يعني زفارة الطيور بس احنا بقى بنستعمل كتير، مش زي زمان بقى بنستعمل كتير كل شوية الفراخ البيضة والبانيه والصدور والوراك كده كل شوية. آه، ف آه، استعملنا كتير، استهلاكنا كتير. فجربوا كده دي الذرة في تنظيف الطيور. حطيت الأول هقلي دور بطاطس الأول قبل البانيه. دي كمية بطاطس تعتبر كبيرة على الزيت، يعني الزيت مش مغطيها. فاحنا بنعمل ايه؟ اول ما نحط البطاطس بنقوم مقلبينها في الزيت بحيث تاخد طبقة بسيطة من الزيت كده تتغلف. وبعدين ايه، هسيبها تتحمر. دي مكرونة عبارة عن حطيت معلقة من الزيت، وعملت عصير طماطم. ده دي طماطم وفلفل احمر الاتنين مضروبين على بعض، وحطيتهم كده في الحلة لحد ما خدت غلوة، ما نشفتش قوي. عشان تنشفوها عن كده نشفوها. وحطيت كيس من الشوربة. وحطيت بقى توابل، ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، ولو عندنا بودرة كاري هنحط. وحطيت كيس المكرونة من غير سلق ولا اي حاجة. وحطيت قرن فلفل اخضر. المكرونة دي جميلة قوي بقى من غير سلق وبالشوربة كده، وطعمها حلو ومتنكه فيها كل حاجة. فدي احسن بقى من المسلوقة. بحس المسلوقة بتاخد وقت عندي يعني. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي شوية، وما تشرب. وخلي بالنا يعني ايه، نقلبها كل شوية عشان السطح بتاعها اي حاجة فيه صلصة تلاقوا القاع بتاعها بياخد لون شوية. فاحنا خلينا نقلبها كل شوية. واما تشرب الشوربة نهدى عليها خالص. حطيت بقى على الفراخ بيضة واحدة بس. وهحط بقى دي 7 بهارات. وانا ما نفضتش البصل عن البانيه، انا هسيبه كده. بصراحة ده البانيه طعم وطراوة كده، وزود نكهة الفراخ. وكده كده في الاخر يعني جيت ابص بعد ما خلصت البانيه لقيت فيه برضو بصل. يعني احنا ما بنشيل الواحدة كده البصل، يعني البصل بيرقد تحت برضو. لقيت برضو في بصل فضل في قاع الطبق. اخدته بقى من البيض. حطيته في البقسماط، بس اللي هو كان عندي بقسماط كنور. وهقليه في الزيت ورا البطاطس. بقى كده استغلنا الزيت، بدل ما نعمل بانيه بس عملنا دور بطاطس، عشان بعد البانيه طبعا ممكن هيترمي. ال- البانيه ما نيجي نعمله، يعني مثلا هطلعه من البيض واحطه في البقسماط. هعمل بالقد، يعني ما اعملوش واركنه، عشان ساعات بيشرب البقسماط. تيجي تقليه في الزيت تلاقي مش عليه بقسماط. فانا هحطه في البقسماط قبل القليه على طول. الطاسه بتاعتي بقى اخدت 2 بس، اما اتحمرت على الوش الاولاني قلبتها على الوش التاني. و آه، بعد ما استوت هطلعها من الزيت، لازقه في الشوكه مش عايزه تنزل. وانا ماسكه التليفون بصور فيه بيه. الزيت ده طبعا مش هنرميه، هنحوشه عشان نعمل بيه صابون. ودي المكرونه بعد ما استوت.
المكرونة بقى دي سهلة في التحضير شوية عن المكرونة التانية المسلوقة، عشان المسلوقة بتاخد حلتين، دي بتاخد حلة واحدة، كله في حلة واحدة. انما التانية هنسلق في حلة وبعدين هنعمل الصلصة في حلة تانية ومصفى كمان هنصفي فيها المكرونة، يعني شوفوا كام حاجة، لازم تحط حاجة تحت المصفى، دي حاجة رابعة. فدي طعما حلو و... وكله في حلة واحدة، وتغيير عن المكرونة المسلوقة. وده البانيه كله بعد ما اتحمر وانا حطيت لهم جرجير، وده البطاطس المحمرة، لو عندنا توابل بطاطس بقى هنزودها. وانا مرضتش اعمل سلطة عشان يرضوا ياكلوا الجرجير، وفي الاخر برضو ما اتاكلش. عملت لهم بقى عصير جميل قوي. دي واحدة مانجا، قشرتها كده، وحطيتها في الخلاط، وكان عندي موز، انا قشرته وفرزته شوية في الفريزر. التفريزة دي بقى بتدي قوام تقيل للعصير ده. زودت بقى لبن وسكر، لبن ساقع كده من التلاجة، وسكر، وهضربه بقى لحد ما يتضرب كويس، وبعدين هنصبه في الكوبايات. لو ما عندناش موز هنكتفي باللبن وعصير المانجا. يعني ينفع عصير، ينفع مانجا ولبن، بس عندنا شايفين القوام بتاعه تقيل شوية، قوامه جميل. دلوقتي بقى المانجا كتير ورخيصة، فحاولوا تخزنوا منها على قد ما تقدروا. وكمان انا اول مرة اخزن الصفرة دي، جميلة قوي برضو في العصير، على طول كنت بخزن